أهلا بكم يا عشاق الشاي. اليوم سنتحدث عن موضوع هام يشغل بال الكثيرين في عالم الشاي. هل أكياس الشاي ضارة؟ قد ترغبون في الاسترخاء مع كوبكم المفضل لأن ما سأقوله قد يفاجئكم. مؤخراً اكتشف العلماء أن العديد من أكياس الشاي التجارية تطلق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في مشروبكم المفضل. نعم، لقد سمعتموني جيداً، الملايين. هذه الجزيئات الصغيرة غير المرئية بالعين المجردة يمكنها اختراق الخلايا المعوية عند الإنسان وحتى الوصول إلى مجرى الدم. لكن كيف اكتشفوا ذلك؟ أجرى الخبراء بحثاً مبتكراً كشف لأول مرة أن هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة لا تمر فقط عبر الجهاز الهضمي، بل يمكنها أن تمتص في خلايا الجسم، مما قد يسبب مخاطر صحية غير معروفة. الآن، قبل أن تتخلصوا من جميع أكياس الشاي في حالة من الذعر، دعونا نفكر في بعض البدائل. اختاروا الشاي السائب، فهو لا يقلل فقط من تعرضكم لهذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، بل يوفر أيضاً تجربة الشاي أغنى وأكثر أصالة. أو يمكنكم التحول إلى أكياس الشاي القابلة للتحلل، والتي أصبحت متوفرة بشكل أكبر. لذلك، في المرة القادمة التي تحضرون فيها كوباً من الشاي، فكروا فيما قد يكون كامناً في تلك الأكياس. حان الوقت لاتخاذ خيارات مستنيرة لصحتنا والاستمتاع بشاينا بالطريقة التي أرادتها الطبيعة. شكراً للمشاهدة. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً، فضلاً ضعوا إعجاباً، ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من النصائح والمعلومات حول الشاي. دمتم بصحة وسعادة مع كل رشفة.